السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يلا النهارده نعمل احلى كفته. احلى كفته فراخ. نريح دماغنا شويه من البانيه والحاجات ديت. احلى كفته فراخ، او ممكن تسموها كباب فراخ، تحفه. بسم الله ما شاء الله. بصوا لونها من جوه ومستويه وجوسي من جوه، جميله جميله جميله، وطعمها تحفه ومش مكلفه، وكمان بترمي كميه كبيره جدا. ما عليكم من اللي انا عاملاه ده، انا عامله كميه على قدنا، هتشوفوا فاض قد ايه من الكميه اللي انا هعملها. اللهم صل على سيدنا محمد. ده حوالي كيلو الا ربع من الفراخ. ودي عبارة عن آه، وراك وبانيه. وراك وصدور. ما بحبش اعملها بالصدور بس عشان بتبقى ناشفه شويه، انما الوراك كده بتخليها جوسي وجميله. جبت بصلايه كبيره وخرطتها، ومعاها كام فلفلايه كده واربع فصوص توم. الاول نفرم البصلايه كويس قوي، وبعدين نقطع عليها البصل والثوم ونفرمهم مع بعض. ال ال قصدي الفلفل والثوم. الفلفل بقى تيجي احمر واخضر، اخضر بس احمر زي ما انت عايزه، عادي مش هتفرق. اللهم صل على سيدنا محمد. ركنته في طبق وركنته على جنب عشان ينزل ميته. جبت بقى، وده مهم جدا، جبت كام قطعة كده من اللية بتاعت الخروف. اللية بقى دهنة اللي موجودة عندك انت حطيه. بنقطعها صغير كده علشان ما ترهقليش الكبة. زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. تنسوش اللايك يا جماعة. فرمت اللية، وهقطع برضو الفراخ كده قطع صغيرة، ونفرم كمية كمية عشان دي وراك مخلية طبعا، مفيهاش أي عظم عشان ما نبوظش الكبة بتاعتنا. أنا حاطة تقريبا النص والنص، انت عايزة تحطي مثلا كله بانيه وورك واحد شغال عادي برضو. بس الوراك بتخليها جوسي كده من جوه، جميلة بجد. اللهم صل على سيدنا محمد. بفرم كده شوية شوية من الفراخ. صلوا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طول ما احنا بنشتغل كده نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي بيشوفنا لأول مرة يا جماعة، يشرفنا كده بجولة في القناة، وإذا عجبه المحتوى اللي احنا بنقدمه يشترك في القناة كده ويفعل الجرس إن شاء الله عشان يوصله كل جديد ويشجعنا يعني. كل الفراخ هتتفرم مع بعضيها فرم كويس قوي. اي حاجه نلاقيها بتشد او اي عرق كده نشيله. وبرده وانا بصبعها برضو اي حاجه بلاقيها حاجه ما اتفرمتش كده اللي هي عامله زي العروق كده بشيلها طبعا. المهم فرمت الفراخ كلها مع الدهنه، فرم ناعم قوي زي ما انتم شايفين كده. المفروض ان انا احط كل حاجه على بعضيها، بس ده في حاله ما تكون الكبه كبيره، بس عشان الكبه مش كبيره قوي فبشيل منها شويه عشان اقدر اكمل اللي انا عايزاه. البصل بقى والفلفل اللي انا عاملاه دوت والثوم هعصره من ميته خالص زي ما انتم شايفين كده، بس الميه مش هنرميها، الميه محتاجينها نصبع بيها. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. وده نص حزمة بقدونس متشال منها كل العروق. فرمت الحاجات دي كلها مع بعض، وبعدين أعجنه كله مع بعضه. اللهم صل على سيدنا محمد. ده بقى من الحاجات المهمة جدا. دي بهارات الكفتة. بهارات الكفتة ديت موجودة عند العطار، حلوة جدا جدا، بتدي لي طعم جميل. حطيت منها معلقة كبيرة فلفل، بهارات لحمة، اللهم صل على سيدنا محمد، توم باودر يعني، بيكنج باودر مهم جدا. طبعا حطيت ملح. البيكنج باودر مهم جدا، حوالي مثلا حوالي معلقه صغيره. انا حطيت نص معلقه بالمعلقه الكبيره، حوالي معلقه صغيره. معلش سامحوني صوتي تعبان. معلقتين من البقسماط. البقسماط دوت لاخواتنا العرب يعني، اللي بيبقوا يعني مش عارفين بقسماط يعني ايه، فتات العيش الفينو. نعجن بقى كل الخليط دوت مع بعضه عجنه كويسه قوي. وطبعا الملح بتحطيه يعني بيبقى حسب الرغبة، حسب انتي بتحبي ملحه قد ايه. بصوا بقى لما عجنتها ومكترة شوية البابريكا، دي عروق بنطلعها
يعني اول ما نلاقيها كده في قلب الفراخ بنطلعها. عجنتها عجنه كويس قوي. بصوا البابريكا اديتها لون حلو ازاي، شايفين بقى العروق اللي طلعت دي؟ الحاجات ديت لازم نطلعها، ما ينفعش نعمل بيها. كفتة الفراخ يا ولاد أو كباب الفراخ حاجة بجد تحفة، حاجة جميلة. غطيتها بقى وشلتها في التلاجة شوية، وعلى بال ما هي تهدى في التلاجة كده قطعت الطماطم، شايلة قلبها طبعا، والبصل قطعتهم كده هو شرايح طويلة كده رفيعة. واللهم صل على سيدنا محمد. الخليط ده عبارة عن ليمونة كبيرة ومعلقتين خل ومعلقة سماق. السماق ده موجود عند كل العلافين. ومعلقة ملح ومعلقة ملح صغيرة ونص معلقة فلفل. السماق مع الليمون بيدي طعم جميل على فكرة. دي السلطة الشامي اللي يعني المفضلة عندهم قوي، جميلة جدا بالنسبة لنا، يعني حلوة جدا تمشي مع كل المشويات. طلعت بقى الكفتة، المية اللي كنا مطلعينها من البصل والفلفل، اللهم صل على سيدنا محمد، حطيت عليها معلقة كاتشب وحطيت عليها معلقة زيت وشوية فلفل وشوية ملح، وهي دي بقى اللي هصبع بيها وتدي للكفتة طعم تحفة. وشايفين لون الكفتة جميل ازاي؟ بتاخدي بقى المقاس اللي انت عايزاه او الحجم اللي انت عايزاه. وجبت انا ظهر شوكة كده رفيعة شوية وبدأت أعمل بيها عشان يبقى مفرغة من جوه كده وجميلة. أنا عملتها يعني صغيرة كده، أنت عايزة تعمليها كبيرة أوكي، عايزة تعمليها أصغر من كده دي بتاعتك. بس بجد تحفة 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 وجميلة، وزي ما انتوا شايفين كده، ولا مكلفة ولا حاطين عليها أي حاجة يعني غريبة ولا كده. بسم الله ما شاء الله، وكمية كويسة جدا. هتشوفوا الكمية دلوقتي لما أقليها قد إيه، واللي هيفيد كمان قد إيه. أنا مش هقلي الكمية دي كلها، طبعا احنا 3 افراد فبعمل كمية صغيرة على قدنا. جبت بقى طاسة وكم قطعة كده من اللية، اسيحهم كده، اسخنهم بس في الطاسة، وعليهم 3 معالق بس من الزيت، 3 معالق بس. فهي يعني مش مكلفة خالص بالنسبة لنا، لا زيت كتير بقى وزيت غزير وبعد كده نرميه ومش قلق. هما 3 معالق بالظبط زيت وقطعتين اللية دولت. ونبدأ بقى تسخن، بس الطاسة تسخن كويس، وبعدين احطها ننزل بالكفتة. الكفتة بس يعني تاخد كده صدمة بسيطة، اوطي النار علشان تستوي. وطبعا ما نقلبش فيها لما نحس انها خدت لون من الناحية التانية، ما نفضلش نقلب في الحاجة الا لما تاخد لون من الناحية التانية. انا احط الكمية اللي احنا عايزينها دلوقتي، الكمية اللي انا صبعتها ديت. يعني الطاسة بسم الله ما شاء الله اخدت كمية حلوة. شوفوا انا بعمل بالراحه ازاي علشان خاطر هي ايه لسه ما لحقتش تاخد وش. هبدا بقى اقلب بالراحه كده اللي اخدت لون عشان تاخد لون من الناحيه التانية، وهكذا. يعني هقلبها على كل جوانب وبعدين هرج الطاسه كده. اللهم صل على سيدنا محمد. هتاخد لون من كل وش. وطبعا انتوا عارفين الفراخ بتستوي بسرعه، شايفين بسم الله ما شاء الله تحفه. اللهم صل على النبي، تحفه الله اكبر. شايفين زي ما انتوا شايفين كده. شايفين بقى اللي فاض قد ايه؟ اكتر من نصها، يعني اللي حبه اللي انا عملتهم دولت واللي فاض اكتر من نصها. تحفه، هتعجبكم قوي. تصبحوا على خير.